واحد بالليل قاعد يفكر هالشكل، يفكر قال والله خلي اسوي، صار قاعد لا شغل لا عمل، اسوي لي دين وادعو الناس اليه، احصل لي كم فلس امشي اموري ارتب وضعي. دعا الدين، الناس تبعته. هي الناس تتبع الناس، تركض الناس تركض الناس. زين هذا بعدين فكر قال انا ايش سويت بروحي؟ هاي شلون؟ ذولا صدقوا بي، قام يمشون وراي، زين انا شلون بي؟ صار نيته يتوب. الله اوحى الى نبي ذاك الزمان قال له قل لهذا اللي اخترع دين والناس مشت عليه، وبعض الناس اللي مشوا على دينه ماتوا، ما اغفر له لو يقطع نفسه الى ان يرجع الماتوا ويقول لهم اني باطل ويخليهم يتركون ما هم عليه، يا الله اغفر له. مو بس كون يرجع الاحياء، يرجع شنو؟ الموتى، يحييهم ويقول لهم اني غلط. زين هذا يصير بعد؟ قضية مو سهلة يعني، خطرة، واحد لا يحكي بكيفه، هذا ما ثابت عندي وذاك ثابت عندي، وهذا شنو ثابت وما ثابت؟ كل انسان خلي يعرف قدره، يعرف قيمته. احنا بهاي الامور نرجع للعالم الجامع للشرائط المذكورة في محلها ونقلده بالاحكام الشرعية، وناخذ حلالنا وحرامنا من هذا القناة اللي الائمة خلوها عليهم السلام. كل من بكيفه هي شنو. هاي اذا وصل الانسان مرحلة ان يقول على الله ما لا يعلم، هنا كارثة كبرى وجريمة عظمى، وهو من اعظم الكبائر، وهو من اخطر الكبائر. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه اخطر مرحلة. ان تقولوا على الله شنو؟ ما لا شغلة ما تفهم بها، ما تعرفها، ما تفهم بها.